وهلا رح نبدأ بإضافة تقريبا ما يعادل 3 معالق كبار طحينية مع نص معلقة توم مهروس، مع نص معلقة فليفلة حارة حسب الرغبة، معلقة صغيرة كمون، وكمان راح يكون عندنا تقريبا ما يعادل 3 معالق كبار عصير ليمون. هلا فضيت الفول بطرة صغيرة مثل ما انا شايفين، راح احط له رشة ملح وضيفه على نار متوسطة ليبلش يغلي معنا. وراح بلش هلا اجهز خلطة الطحينية للفول. راح نضيف فوقهم نص معلقة توم مهروس، وراح نضيف هلا حسب الرغبة طبعا فليفلة، اللي نص معلقة صغيرة فليفلة، وراح اضيف معلقة صغيرة كمون، وراح نضيف تقريبا ما يعادل معلقتين كبار عصير ليمون. وراح اضيف هلا تقريبا ما يعادل معلقتين كبار مي بس مشان فوقهم. وراح هلا نزلنا الفول من على النار وراح نحط فوقه الخلطة اللي عملناها، خلطة الطحينة. طبعا زيت الزيتون عنصر رئيسي. وهلا الفول عنا جاهز للتقديم. فينا نقدمه طبعا بجانب بصل اخضر، نعناع، بصل ابيض، يعني عنا بالسفرة عادة بنحط انواع مشكلة من الخضروات جنب الفول. والف صحة وهنا.